اول حاجه لازم انضف بشرتي كويس جدا. بمزيل ميك اب يكون خفيف، ما يكونش زيتي، زي بتاع جارنيه، او بالتونر لو حبيتي. بعد كده استخدمي اي مرطب عندك، يفضل لو انت خارجه في الشمس طبعا تستخدمي اس بي اف، وهو برضو بيكون مرطب، او كريمات النيفيا السوفت اللي بتكون خفيفه زي كده. هحط الكريم على كل بشرتي، ولو حسيتي ان هي جافة قوي حطي طبقتين كريم، مفيش مشكلة. المهم ان بشرتك تترطب كويس. علشان المكياج يطلع اصلا شكله كويس، لازم ما تحطي مرطب بكمية حلوة، لانك هتستغني عن الفاونديشن، فلازم بشرتك تكون صحية. هحط كونسيلر تحت العين من فيت مي رقم 10. زي ما انتوا شايفين يا بنات بينور تحت العين المكان ده بس، واول ما بيندمج طبعا بيكون لون البشرة بالظبط. وبعد كده اخدت الجارنيه كونسيلر اللي هو الاغمق بتاع التصبغات، وهو خلاص خلص زي ما بقول لكم، هروح اشتري واحد تاني. هستنى 5 دقايق وبعدين ادمج الكونسيلر بفرشة، علشان البيوتي بلندر هتاخد كل الكونسيلر، وانا مش حاطة فاونديشن، يعني انا محتاجة تغطية تحت العين. تمام كده. الناس اللي متابعاني شافوا قبل كده ان انا نضفت الحواجب من غير ما ارسمها خالص بالكونسيلر، ودي بس الطريقة اللي انا هعملها دلوقتي، اني هنضف حواجبي من فوق ومن تحت بس من غير ما هرسمها خالص. ممكن تعملي الخطوة ديت كل يوم لو انتي ما عندكيش وقت ترسمي الحواجب او تظبطي الحواجب، بس نضفيهم من فوق ومن تحت بكونسيلر وخلاص كده. بعد كده هاخد الاسبونشة واثبت بالريميل لندن باودر تحت العين، وثبتي كمان بالبودر كل البشرة. ده هيخلي ان البشرة كلها تبقى متوحدة. وكمان لو حصل افراز زيوت، الباودر هتشربها وشكلها هيبقى حلو على وشك. هاتي بقى الارواج اللي بتكون ثابته شويه زي الروج السحري او الروج دوت. ده برضو روج، المفروض انك لما بتحطيه بيختلط بدرجه حراره الجسم وبيطلع اللون المناسب ليكي. واخدت لون اي شادو واحد بس دمجته فوق جفن العين، ودمجته كده بايدي عادي. فضلت ادمج فيه، وبعدين اخدت فرشة فلات وبس. اخدت الشادو طلعته بره الخط بتاع الرموش شوية، علشان يدي سحبة لعيوني، يعني يكون شكلها كأنها مرسومة لكن هي مش مرسومة. بعد كده اخدت تناية الرموش، وعلشان هحط طبعا مسكرة بس مش هحط اي رموش، فحطيت المسكرة بتاعتي المفضلة من ايزادورا، وبعدين حطيت العين التانية. وبعد كده هاخد الاي شادو البني باللي هي بتاعة الودان دي، وبعدين همشيها على الخط السفلي بتاع الرموش. مش هحتاج اكتر من كده. هاخد بقى اي برونزاج عندي، البرونزاج دوت من ماكس فاكتور، وحطيت منه بشكل طبيعي كده. علشان تعملي ميك اب خفيف يكون شكله طبيعي لازم تحطي هايلايتر. انا بقالي فترة ببعد عن الهايلايتر لان خلاص الدنيا بقت حر، وشنا اصلا بيفرز زيوت لوحده وبيلمع لوحده. حطيت من الهايلايتر تحت الحاجب وفي مدمع العين، وبعدين اخدت الروج بتاع كيتي من كالر بو. والروج علشان يبقى شكله طبيعي لازم تدمجيه بصوابعك كده، ما تخليهوش يبقى محطوط بطريقة مستقيمة يعني، ويبقى لا، خليه طبيعي على قد ما تقدري. وشلت الزيادة في منديل. بس كده انا كده عملت ميك اب خفيف جدا من غير ما يحتاج اي وقت. علشان المكياج ده يفضل معاكي ويفضل شكل وشك جلوي وحلو لازم ترشي سبراي مثبت. السبراي ده يجنن على فكرة يا بنات. وبس كده.